الخير، كيفكم؟ شو أخباركم؟ إن شاء الله تكونوا تمام. طبعا يا جماعة الخير، اليوم مباراة تفصيل، مباراة ريال مدريد رايو فايكانو، بالإضافة للمشاكل اللي عم تحصل مع ريال مدريد للأسف. طبعا لازم يا جماعة الخير نكون منصفين ومنطقيين بعيدا عن المتعصبين البرشلونيين. يعني عم شوف تعليقات الصراحة يعني، وبنفس الجانب المطبلين المدريديين لازم نحللها بواقع. طبعا يا جماعة الخير، في مباراة رايو فايكانو الريال لعب بتشكيلة، فينا نقول 4-3-3 أو 4-4-2. ليش؟ لأنه هون عندنا نحن فرانكو ماستانتونو. إلى الآن ما فهمت شو وضعه. هذا بيلعب يا إما جناح يا إما بيلعب بخط الوسط. لاعب بطيء، أخطاء كتير، لساته في مرحلة النمو، يعني لازم تعطيه فرصة يعني. بس مو تعطيه فرصة يعني من يلعب أساسي من بداية المباراة لنهاية المباراة، تعطيه فرصة 10 دقائق. يعني معقول يا جماعة الخير؟ هذا فرانكو ماستانتونو كمية الكرات الضيعة، ما في حلول، بطيء جدا. ماشي صح، فينيسيوس عم يعمل مشاكل بالفريق وحابب تتركه، خلي فينيسيوس، ما فيك تطلعه لأنه سلطة فينيسيوس بالنادي أعلى من المدرب. نحن هي مشكلتنا يا جماعة الخير، الريال مدريد عم يعاني من أنه سلطة اللاعبين أعلى من المدرب. يعني على سبيل المثال برشلونة هانس فليك في يبدل، يعني راتشفورد قاعد احتياط، ليفاندوفسكي في قاعده احتياط. نحن عندنا ريال ما بيمشي حال هيك. نحن المدرب ما في يطبق سياساته. بيريز عنده القيمة السوقية للاعب أو بيحافظ على لاعب كسعر أهم من المدرب وأهم من الموسم الصراحة. يعني لهيك نحن بنلوم الإدارة بالدرجة الأولى على بيع للموسم الماضي والموسم الحالي. طبعا يا جماعة الخير، بتفصيل هاي المباراة، الريال لعب بتشكيلة أربعة، خلينا نقول 4-4-2. طبعا يا جماعة الخير، في خط الهجوم فينيسيوس ومبابي، مو مشكلة، الأمور تمام. طبعا في خط الوسط بيلينغهام، تشاوميني، جولير وفرانكو. مثل ما قلنا لكم يا جماعة الخير، جولير فرانكو سيء جدا. هذا بلاء. لعب رودريجو يا أخي، نزل رودريجو. لاعب آخر كم مباراة مع شافي ألونسو، لعب مباريات حلوة، ولاعب فيه سجل، ولاعب مانو أناني، لاعب جماعي، يعني في لعب خط ورا ورا المهاجمين، في لاعب فيك تلعبه بالصندوق لأنه بيلعب بالرأسيات، لأنه ما عندك لاعب بيلعب بالرأسيات غير رودريجو شوي. وهذا نحن ما شاء الله قلوب الدفاع عندنا ما حد بيلعب بالرأس. فنحن يا جماعة الخير، هذه أول خطأ. فرانكو ما لازم يلعب، فرانكو لازم يكون بديل احتياط. هاي الشغلة وحدة. ثنائية يا جماعة الخير جولير وتشاوميني ما بيمشي حالها. لازم تلعب واحد، لأنه الأدوار تبعيت جولير وتبعيت تشاوميني متشابهة جدا. يعني أنت ما فيك تلعب لاعبين الخطة والأداء والسيستم اللي بيشتغل عليه. لاعبين يعني هو المفروض شاوميني أو جولير، عفوا جولير وبيلينغهام يستلم الكرة ويعطي. أنت عندك لاعبين نفس المواصفات، فهذه مشكلة كبيرة يا جماعة الخير لازم نحلها. لأنه جولير بس يستلم الكرة، بيلينغهام ما بيعرف شو بده يسوي، أو العكس صحيح، بيلينغهام استلم الكرة جولير شو يسوي. فيا جماعة الخير، أنا هون بفضل الصراحة بيلينغهام. يا جماعة الخير جولير كتير بضيع كرات، بطيء جدا بالكرات، لاعب قصير، يعني انت ما بيشارك بالكرات الرأسية والهي. وحتى بيلينغهام كمعدل تسجيل افضل. فنحن هون يا جماعة الخير اتفقنا انه جولير وفرانكو هون خطأ نزولهم اصلا. طبعا يا جماعة الخير، في خط الدفاع الكوارث. ليش؟ فالفيردي ممكن يعطيك مباراة ممتازة وحلوة، وكامافينجا نفس الامور، بس انت عم تضيع هدول اللاعبين بالدفاع، ما عم يشاركوا بخط الوسط، الربط بين الدفاع والهجوم. فنحن يا جماعة الخير، يعني انت فالفيردي صح لعبته هون، بس نحن فقدنا الربط بين الدفاع والوسط. المفروض يكون فالفيردي يربط. فالفيردي لازم يكون بيلعب بخط الوسط يا جماعة الخير. كاريراس كاريراس المفروض يلعب. اعطي حتى لو كارفاخال ختيار، اعطيه، خليه هو يلعب، هو هذا مركزه، اعطيه يلعب. لا تلعب فالفيردي فقط في الحالات النادرة اذا مضطر كتير لعب. كامافينجا نفس الامر. كامافينجا، لانه ليش يا جماعة الخير؟ فالفيردي وكامافينجا هم يعني اذا لعبتهم دفاع ما عندهم هالادوار الهجومية. يعني حتى كامافينجا ما عنده هالدور الهجومي يدخل كطرف. فالاطراف لازم على طول تطلع، مثل مارسيلو كارفاخال لازم يطلعوا يرفعوا. بس الحمد لله نحن ما عندنا حدا يرفع، لانه عندك جونزالو مع الشاب عن جد اللي انا متفائل فيه، راؤول الشاب، يعني فيه ريحه راؤول. ما عم بيلعبوا. يا اخي اللاعب بسجل بالراس، لاعب يعني بسجل بالراس. يعني عندك مبابي ما بسجل بالراس، بالموسم كله بسجل تنتين بالهيك بالحظ. وفينيسيوس راسه مطعوج والدفاع. فنحن يا جماعه الخير، المفروض يلعب هايسون كمان مستواه
متذبذب. حتى يعني امبارح تبديل اسينسيو شالوا ونزل وشاوميني رجعوا دفاع ونزل سيبايوس. الصراحة سيبايوس امبارح قدم مباراة حلوة، يعني الكل كان سيء. فنحن يا جماعة الخير التشكيل الأفضل حاليا للريال لازم يلعب كاريرس، لازم يرجع ألكسندر أرنولد، جولير، بيلينغهام ما لازم يلعبوا مع بعض يا جماعة الخير، خطأ كبير يلعبوا مع بعض. فرانكو طلع لي إياه، نزل لي إياه رودريجو، لأنه والله بحبه لرودريجو الصراحة، له محبة بالريال بخصوص بدوري الأبطال. ما بدك تلعب رودريجو يا أخي، ماشي لا تلعب رودريجو، لعب لي جونزالو غارسيا. فيا جماعة الخير امبارح كمان ألابا رجع من الأموات وعم يلعب، حسبي الله ونعم الوكيل. يعني تشكيلة أصلا هي فيها محل شك كبير، ولسه ألابا الله يستر لسه يجي ميندي كمان. فيا جماعة الخير هذا هو الفيديو بشكل. اكتبوا لنا بالتعليقات يا جماعة الخير، إن شاء الله تكون تعليقات تحليلية شوي بعيدا عن التعصب. مرات نحن والبرشلونيين بنمزح، هاي شغلات حلوة، ابلع هاي شغلات حلوة بس ما تاخد فوق الطاقة. لأنه شفت أنا والله متعصبين برشلونيين يا جماعة الخير، يعني والله بس تحضر المقطع ما فيك تتابع المقطع، لأنه كمية قديش عم يهايطوا على ريال مدريد. نحن يا جماعة الخير امبارح ليش فرحة الريال كانت سعيدة؟ مو على الأداء ولا على شيء، لأنه يا جماعة الخير أي تعثر برشلونيين ليش متعصبين لأنه كتير انزعجوا امبارح من فوز الريال. ليش؟ لأنه الفارق نقطة بس، يعني ممكن أي تعثر الريال بالأداء السيء ياخذ البطولة ينافس عليها. فما لازم نفقد الأمل، عرفتوا كيف؟ بخصوص الدوري يا جماعة الخير، بدوري الأبطال لكل حادث حديث. مع بنفيكا لازم يكون الريال عنده يلعب بشخصية. بعتقد هون التشكيل شوي المفروض المشكلة أربيلو ولا كأنه مدرب، يعني مدرب هادي جدا، مدرب ما بيحكي شيء. أنا بلوم الإدارة هي المسؤولة إنه اللعيبة هيك عم يتصرفوا معها. يعني حتى ألونسو ما في، حتى إذا أربيلو عنده أفكار ما في يطبقها. مين رح يخليه يطبق هاي الأفكار الكروية يعني؟ وبدك وقت انت ليطبقوها. فنحن معتمدين على امبابي، معتمدين على كورتوا، هدول اللاعبين يعني يشيلوا هذا الموسم كيف من كان، وبعدين بنشوف لكل حادث حديث. وناطرين اصلا خروج بيريز، يعني خلص كان في حقبة رائعة ومن افضل بس كل شيء له نهاية، يعني كل شيء له نهاية يا جماعة الخير. فيا جماعة الخير شكرا على الدعم. هذا أول فيديو طويل بنعمله يا جماعة الخير. شكرا على الدعم، دعمكم رهيب وبالتوفيق. وهلا مدريد دائما وأبدا. ولكل مشجعين ريال مدريد، من واجبك تدعم أخوك وصاحبك المدريدي، لأنه نحن فوق. وهلا مدريد، والقادم أفضل بإذن الله.